السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم منوعات من هوبة. النهاردة ان شاء الله سمسمة حبيبة قلب عمته هتعمل لكم القطايف. اتكلمي يا سمسمة. انا كده هسيب سمسمة تعمل معاكم القطايف. يلا يا سمسمة اوريهم. اهم حاجه يا جماعه تتكوا عليها جامد كده عشان المكسرات اللي جواها ما تخرجش، وما تكتروش برضو مكسرات علشان المكسرات ما تخرجش بره، صح؟ كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. اللف بتاعها وارجع لكم لما اوريكم في الاخر هي خلصت ازاي. احنا بقى قربنا ننهي نهايه حلقتنا بالقطايف القمر دي. هنا بقى يا جماعه هنبتدي نعمل القرطاس عشان نحشي القطايف بالقشطه. اهم حاجه تتكوا عليها جامد وتضيقوا البوز علشان الحشو. بصوا اعملي كده كده وتبتدي بقى تدوسي كده كده، وبعد كده تقوموا رايحين عاملين من فوق كده. ضيقوا بقى البوز على قد ما تقدروا اهو. اهم حاجه القطايف بتاعتك تبقى طريه. بس يا جماعه بقى نخلص الحبه دول طبعا اللي في الطبق دول، وهرجع لكم تاني بكل التفاصيل وانا بحشي. اهم حاجه يا جماعه تتكوا عليها جامد علشان الحشو ما يخرجش منها، وانتوا بتحمروها ما تتفكش. وهنا يا جماعه بقى هنبدا نحمر. لما نحمر وهنحشي وهوريكم النتيجه في الاخر، هتبقوا معايا خطوه بخطوه. هنا يا جماعه بعد ما بدانا حمرنا القطايف وعندنا طبعا القشطه، هنبتدي بقى نحشيها. ما اللي بعتها بس مش كده ويا جماعه حطيناها في الشربات. بعد كده بقى سبتها تهدى شويه. بعد كده سبتها تهدى شويه وايه وقلنا بقى ايه نزينها سوا. وده كان شكل طبقنا. يا رب يكون عجبكم واستنونا في كل جديد.